ولعت قوي يا جماعه وربنا. رامز كان مستضيف حسام حسن وقعد عمال يساله كام سؤال ويمختار على السرير ويقول له مش هعمل فيك مقلب. عامة يعني لو كان عمل المقلب كان هيبقى احسن عشان النهارده الدنيا ولعت بجد. رامز كان بيسال بقى حسام حسن اول سؤال بيقول له تحب ان زيزو يكمل في الزمالك ولا يروح النادي الاهلي؟ قام قايل له بصراحه يروح النادي الاهلي. بوظ الدنيا على الزمالك خالص. ده بقى اللي ما كنتش مستنيه بصراحة. رامز بيسأل حسام حسن بيقول له نسبة مشاركة حجازي كام في المية؟ حسام حسن قام قايل له 1%. فحجازي قام منزل الستوري دي أقسم بالله لو معاك 0% وربنا جدع. لك بعد الحلقة يقول لك إيه بقى؟ تم اقتطاع جزء من الحلقة. أمال بقى لو الحلقة كانت كاملة يعني كان إيه اللي هيحصل فيها؟ أنا نفسي أعرف. عامة حسام حسن بقى يقدم عبث في كل حاجة مع المنتخب، حتى مع رامز جلال بيسألوا أسئلة بيجاوبوا بإجابات غريبة قوي. مش عارف أنا إيه ده بصراحة. بعد كل ده بقى يدرس مسؤول نادي الزمالك التقدم بشكوى ضد حسام حسن في لجنة الانضباط باتحاد الكورة. فخلاص هي ولعت عليك قوي بصراحة.